غيابك ورد وياسمين يا غيابك ريحة ريحة يا أخويا أغلى من العين. ريحة البلد ملطفها ما تشبع منها يوم، وصحيح ما يعرفها كان اللي عاش محروم. ريحة البلد ملطفها ما تشبع من يوم، وصحيح ما يعرفها كان اللي عاش محروم. وارجع عيون رشفها من بعد غياب سنين. إذا نعود أصدقائي صديقاتي مع ضيفتنا الليلة اللي هي سفيرة الأغنية التونسية في مصر شهران، وضيفنا أخونا كريم ثروت. شهران، نعم، أهلا وسهلا بك من جديد في راديو ريحة البلاد للتونسيين بالخارج. أنا كريم وصلوا. السلوى ما زالت ما التحقتش بينا، على كل في انتظار أن تعود معنا كريم. لو كان ناخذ مقطع يا شهران من زلزال. هي أغنية جديدة إن شاء الله باش يتم تسجيلها في مصر. كلمات أستاذ أحمد الطويل وألحان يعني إن شاء الله. هي تقول هكا: زلزال بركان عيني جفت من الدموع، نفسي أهرب أروح مكان ما اسمعش فيه كلمة رجوع. جوايا زلزال بركان عيني جفت من الدموع، نفسي أهرب أروح مكان ما اسمعش فيه كلمة رجوع. نفسي أهرب من نفسي، نفسي ما اسمعش همسي، نفسي أهرب من نفسي، نفسي ما اسمعش همسي، يتدفى قلبي بنور شمسي. زمان. الله، هذه الأغنية دي يا شهران كيفاش أخويا كريم؟ جميلة 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 فعلا أنا جميل. أحسنت يا شهران. فعلا لأنها روعة. فيها المقطع اللي اني يعجبني بصراحه في الاغنيه هذه، هو المقطع الاخير، يعني يقول هكا: زلزال الارض بيهد بيوت، زلزال قلبي خلاني اموت، زلزال الارض بيهد بيوت، زلزال قلبي خلاني اموت، ما عادش ينفع خلاص سكوت، هصرخ واقول الزمان. هذه في نهاية الأغنية، في النهاية روعة. يعني قاعد 60 شهران. قاعد نسمع في أصوات فعلا شهران من غير رمي ورود، قاعد نسمع في أذنية في مسامع من أصوات عميقة وأصوات يعني مؤثرة وأثرت على الأغنية العربية. الله يخليك. هي توا عندي أغنية الانسحاب، أغنية على الأم زايدة جديدة، يعني فكرة جديدة. حاولت نعمل يعني تنويع، خصوصا الأغنية متاع الأم. أنا علاش عجبتني، حاولت نعمل قصة بين البنت يعني وأمها، إنها تكون ثقة ما بينهم وما تكونش ثم أسرار بين الأم والبنت. فحاولت نعمل قصة إنها يعني البنت تحكي لأمها على علاقة معينة، والعلاقة لازم تكون
طبعا يكون من علاقة الأم بالبنت في المنزل يعني. هذه بالنسبة لأغنية يميمة. لا هي أغنية جديدة للأم، تقول يا بركة دعاكي علي يا ماما. صديق بديت فيها يعني كل النوتة الموسيقية بديت ولا مازالت صعب؟ التلحين متاعها بدا ولا مازال؟ بركة دعاكي علي يا ماما، يا بركة دعاكي علي يا ماما، صديقة الحب والحنية، جاي حبيبي يطلب ايديا، بركة دعاكي علي يا ماما. لو احكيلك يما عليك مش هيكفي اليوم عليك، قلبي كبير وحنية مش راضيلي القاسية، ولا كلام الناس عليا، وجاي حبيبي يطلب ايديا. الله. سلوى شوية نسمع فيك. ايه؟ تسمع في شهران؟ صوت شهران. بشكون يذكرك سلوى الصوت هذا؟ شهران ما ذكرني بحتى حد لأنها صوت مميز، عندها بسمة خاصة. شهران تحاول إنها تتميز، وهذا اللي يخلق شخصية شهران الفنية. صحيح كريم ولا؟ أنا سرحان في صوت شهران بصراحة. بالنسبة لي يعني بالنسبة لي كريم أنا ما نسمعش ياسر الأغاني الخفيفة لكني بالنسبة لشهران ما لقيتش فيها الصوت متاع الأغاني الخفيفة، الأغاني متاع الكليب الآن، الأغاني متاع ثواني هذه قاعد نحس يعني كأنني أسمع إلى أصوات مثل سعاد محمد، مثل ميادة، مثل يعني بكل صراحة أنا صنفت شبهها بصوت فايزة أحمد. نعم شبهها بصوت فايزة أحمد. إيه فكنا سقة ذاك. ليش ما تنسى حاجة مودة؟ نعم. يعني الشيء اللي ما تنساهوش إني خريجة محمد عبد للموسيقى، يعني الطرب في دمي، يعني ليس أغاني الطربية موجودة حتى في الاستعراض. مثلا أنا عندي أغنية بطل غيرة عليا استعراضية، وإن شاء الله باش نسجلها في مصر سيدا قريب، رغم إنها خفيفة استعراضية لكن كلماتها مهمة، وكلماتها يعني فيهم قصة. الأغنية ذي غنيتها في تونس أنتي؟ لا هذوما كلهم جدد باش يتسجلوا في مصر. بطل غيرة مثال أنا نحكي عن قصة مثلا زوجة أو ما تكون إنسانة مرتبطة، تكون ثم قصة غيرة، فطبعا لما تكون هي مثلا فنانة أو إعلامية باش يكونوا ناس يعرفوها، الشخص اللي باش يكون حبيبها يعني هو باش يحاول باش يغير. الغيرة هي تقول له بطل غيرة عليا، خلي حبنا يعيش، ده انت أغلى حاجة ليا، من غيرك ازاي يعيش. لكن شهران حاول أعطيهن بلحنها شوية. تقول لك بطل غيرة عليا، خلي حبنا يعيش، ما انت أغلى حاجة ليا، من غيرك ازاي اعيش، بطل غيرة عليا، خلي حبنا يعيش، ما انت اغلى حاجة ليا، من غيرك ازاي اعيش، انت الله حب غالي، يا ما صغرني ليالي، مستحيل يروح من بالي، مهما تغيب والله عليا. الله. جميل جدا. توا معناتها مش نقول لك حاجه بصراحه، لو اني انا استعرفت وقلت اني ما نسمعش برشا، يعني ممكن ياسر حتى ولو نسمع شهران نتبعها في المقابلات التلفزيونيه اللي تعملها او الاذاعيه، اما الاغاني ممكن نسمع منها شويه ونتعدى، لكني صدقني من اليوم باش نولي نسمع.
الانسحاب زي ده هي على فكرة الأغاني كنت بغني فيهم هو كلمة يعني بطيرة ويا بركة معاكي والأغنية انسحاب مش غني لك الحلو حلي الانسحاب أكيد إنسان كنت ليه ولا أنا كنت ليه الحي الوحيد الانسحاب أكيد إنسان كنت ليه ولا أنا كنت ليه يا مديتك حنان وحب وأمان ما خدتش منك الغدر والخداع كنت معايا أناني بتجرحني في كياني ما يهمك إحساسي وبتحرجني كمان الحي وحيد الانسحاب أكيد إنسان كنت ليه وإن أنا كنت ليك ضحيت كتير معاك وسهرت وياك ما عملتش حساب أدوق مر هواك أنا مش ندمانة حبيتك بأمانة بس أنا غلطانة إزاي شوفك ملاك أنا مش ندمانة حبيتك بأمانة بس أنا غلطانة إزاي شفتك ملاك الحي الوحيد الانسحاب أكيد إنسانك كنت بيا وإن أنا كنت ليك كفاية تلعب بيا وتملى قلبي أسئلة بغدرك لسه فيا حنساه مع الأيام كنت في قلبي غالي وشهد الليالي بعد اللي برالي عوضني الله. الله الله شهران حتى في جروب واحد السهر جماعة الكل متفاعلين معاك وفرحانين بصوتك كلهم يأكدوا انه صوت شهران روعة. بليغ حمدي صديقنا المصري المقيم بباريس صوتها واختيارها الكلمات ممتاز حقيقي. عماد مانيفيك برافو. روزا بيزافتين برافو. ايضا عماد يقول لك صوت حلو برشا اما نحسك بخيلة شوية في انتاجك. ايضا معنا شهران اوراق عمري الخريفي اللي هي منال قدسي اعلامية وشاعرة يمنية وهي مرافقتنا وفرحانة بيك برشا. ايضا كريمة الظاهري وريناد والبقية تأتي مس كل سهرين مع شهران فرحانين بوجودها. تحية لهم الكل. طبعا اني نفرح يعني لما نلقى تعليق يحس الانسان انه دخل قلب المستمع وهو اهم شيء دخول قلوب المستمعين وهذا شيء شجعني اكثر اني انا نحاول قدر المستطاع باش نكون يعني خفيف الظل عليهم وفي نفس الوقت يعني الاذواق الكل الموجوده نحاول باش نخليهم يعني يفرحوا بالشيء اللي انا نقدمه. بالنسبه لانتاجي القليل انا نحب نقول هو الانتاج لانه انتاجي الخاص وطبعا مش سهل يعني بالكل انه لما يكون انسان ينتج لنفسه. وانا نوجه تحيه لهنا لزوجي
زوجي مصطفى قزقز اللي هو قام كل انتاجاتي، يعني من يوم يعني دخولي فعلا الفن، دخولي ميدان الفن، يعني بانتاجاتي اللي هي انتاجاتي الشخصيه كلها كانت عن طريق زوجي، والحمد لله يعني نوجه له كما قلت اكبر تحيه بالنسبه لي، لانه فعلا ضحى معايا يعني في السفر. انا نسافر يعني دائمه السفر، خصوصا لما نبقى فتره كبيره بعيد عن المنزل، بالعكس نلقى تشجيع منه، وهذا اهم شيء، انه تشجيع الزوج رغم التضحيه نتاعو الكبيره يخليني اني باش نواصل مشواري الفني، ونحاول باش ندخل كما قلت قلوب المستمعين، ويا رب ان شاء الله نقدر نوصل لاكبر عدد معين يعني من الناس اللي تحب. ان شاء الله ان شاء الله. وكريم معانا. كريم طبعا نزل معنا كريم. انا كنت هستأذن عشان عندي تصوير، لكن انا لما سمعت صوت شهران انا اتصلت بهم وقلت لهم بعد ساعه. هذه غلاوة شهران عند كريم. احنا اوشكنا على الختام. شنو ينجم يقول كريم للجمهور التونسي، لشهران، الجمهور المصري ايضا؟ سعيد جدا النهارده كنت معاكم، ويا رب نفضل مع بعض دايما، ويحصل تقارب كبير ما بين الشعبين وما بين الشعوب العربية كلها، وإن شاء الله ليلة سعيدة عليكم كلكم. وبشكر الفنانة شهران والأستاذ حمودة، وبشكر حضرتك جدا، وإن شاء الله نكون مع بعض دايما في اللي جاي، واللي جاي أحسن إن شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. نورتنا برشا كريم، فرحانين بوجودك. اسعدنا بوجودك بالحق يعني. ايضا نتصور شهران زاد فرحانه انه كريم الغى مواعيده باش يكون في استماع لصوت شهران. هو طبيعي انا باش نكون طبعا سعيده جدا بوجود كريم. انا قلت كريم بالنسبه لي من الاصدقاء المقربين للقلب، يعني مش من الاصدقاء، هو خدامه كان بصراحه اقرب انسان ليا، لانه صديق فعلا. لما نقول الصداقه رغم العلاقه ما عندهاش فتره طويله، لكن عمره ما كانت الفتره الطويله هي تربط الصداقه المتينه. الصداقه المتينه اللي بيني وبين كريم اقوى مما نجم نوصفها، يعني فيهاش وصف، لانه كريم انسان محترم، يعني شخص مميز، شخص اخلاق عاليه فعلا. سعيده جدا بوجوده خصوصا في محطه اذاعيه تونسيه، وسعيده لاني كنت يعني اول فنانه تونسيه نتعامل مع كريم فاروق، وسعادتي كبيره لاني فعلا نوجه بها تحيه للاستاذ حموده وليك انت سلوى، لانه فعلا لما يكون اعلامي تونسي يعني يكون على اتصال بالفنانين المهاجرين، هذا فعلا نقول اني نجاح كبير يحسسنا احنا كتوانسه ان موجودين، يعني ماناش معناها نكره حاليا. الاعلام التونسي لما يكون موجود معنا ومساندنا هذا شيء فرحنا برشا. تحيه كبيره 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 لراديو ريحه البلاد، وتحيه ليكم، تحيه لكل من له بصمه في ريحه البلاد، يعني راديو العزيز الغالي علي، على خاطر بصراحه حسيت اني موجوده مع ثله من فعلا قيمه ياسر، ونوجه لكم تحيه من القلب للقلب، وتحيه لكل المستمعين العزيز على قلبي، ونقول لهم هذه بوسه مني لكم الكل. الله يخليك. واحنا بدورنا نحيوك شهران. حموده، اذا نصل الى تمام منتصف الليل، ما بقى لنا الا باش نودع مستمعينا على امل اللقاء بهم غدا ان شاء الله. نبقاو مع على كل اخر نغم هاني نبغيك، راني نبغيك لشهران. تصبح على خير. تصبح على خير. راني نبغي ونموت عليك،
حرسنا من العين، حياتي من دونك غسي، يا ربي حرسنا من العين، حياتي من دونك غسي، مرة بلا بيك راني نبغي والموت عليك، راني نبغي والموت عليك. انت حياتي وانت عمري ما سلم فيك، انت حياتي وانت عمري ما سلم فيك. راني نبغي. هنا صوت راديو ريحة البلاد للتونسيين بالخارج. مساء الخير لأغلى الناس، مساء الرقة والإحساس، مساء مكتوب بماء الألماس، مساء مخصوص لأعز الناس. ريحة البلاد ورد وياسمين، وريحة الأكباد أغلى من العين. راديو ريحة البلاد، قرب ومودة لا تعترف بحدود أو ابتعاد. ريحة البلاد يابا، ورد وياسمين يابا يابا، ريحة البلاد يابا، ورد وياسمين يابا يابا، ريحة يا اخويا اغلى من العين. ريحة البلاد ملطفها ما تشبع منها يوم، وصحيح ما يعرفها كان اللي عاش محروم. ريحة البلاد ملطفها ما تشبع من يوم، وصحيح ما يعرفها كان اللي عاش محروم. وارجع عيون رشفها من بعد غياب سنين.
حمودة بخيخيل وسلوى بن مسعود. مساء الخير لأغلى الناس، مساء الرقة والإحساس، مساء مكتوب بماء الألماس، مساء مخصوص لأعز الناس. ريحة البلاد ورد وياسمين، وريحة الكباد أغلى من العين. راديو ريحة البلاد، قرب ومودة لا تعترف بحدود أو ابتعاد. ريحة البلاد يابا، ورد وياسمين يابا يابا، ريحة البلاد يابا، ورد وياسمين يابا يابا، ريحة يا أخويا أغلى من العين. ريحة البلاد ملطفها ما تشبع منها يوم، وصحيح ما يعرفها كان اللي عاش محروم. ريحة البلاد ملطفها ما تشبع منها يوم، وصحيح ما يعرفها كان اللي عاش محروم. وارجع عيون رشفها من بعد غياب سنين. يا أم كلثومة يا روحا عشقناها، سلوى عشاق المنى كيف سمعناها، من سحر صوتك يسري في جوانحنا، عشنا الحياة وعاش العشق يرعاها. ففي غنائك للعشاق نشوتهم، وفي ابتهال السحارة أنت سقياها تضطرم رقة، تحصي روائحها الراحة من خبر الدنيا وبلواها. حمامة الأيك من بالشكوى أركعها، ومن برغم خواء العصر ناداها. شقت لدى الصمت صوتا صارحا، فصحى عشاقها وسعوا شوقا للقياها. مبهورة ببهاء الشعر تسكبه من جروحها، فتهتز الصخر شكواها. رمت نيرامي شباك النور يلقفها، وشوق شوقي إلى ليلاء أضناها. يا أم كلثوم والأشواق عائدة، ما أوجع